واخيرا الحمد لله خلصنا النهارده. يعني هي الروتين كان سريع بقى كده بعد وصولنا، بس الحمد لله يعني ان احنا وصلنا للنتيجة دي بسرعة. شيلنا بيضاتنا ونفضنا التراب الحمد لله. كده نقدر ناخد بقى الشقة حاجة حاجة بقيتها، يعني واحدة واحدة. جهزنا بقى الريسبشن المهم اللي هنقعد فيه اهو، وسفرتنا الحمد لله. هنا بقى كده معايا اي معطر بقى اللي لقيته، بس حلو برضو. ومعايا بخور بخر بقى كده. انا جايبه معايا البخور بقى العود والحاجات دي، بس الحقيقه مش هولع بقى المبخره دلوقتي والفحم والحاجات دي. هنا السفره فاضل بس الساعه، ساعتنا واقفه على 9:15. لسه هبعت بقى اجيب لها حجاره. البلاي ستيشن ده بقى هيتشال والحاجات دي، دول اللي فاضلين بس. انما هنا قعدتنا الحمد لله. دي بفرشها على السجاده عشان الكلاب اللي معايا، وشعرهم بقى ما ينزلش على السجاده. طبعا قلت لكم قبل كده ان الكلاب لهم مكان لوحدهم، واللي عندنا اوضه مخصوص للصلاه، ما حدش بيدخل فيها الا للصلاه بس. الحمد لله ولكنتنا خلصت. ده الشارع اهو. رجعنا تاني لبيتنا والضوضاء، سيبنا الهدوء هناك. شارع فاضي بس لازم الكلاكسات. بس الحمد لله درجة الحرارة بدأت تنكسر شوية هنا الحمد لله. بدأ الحر ينكسر. دي قعدتنا، بس جيت لقيت الزرع زعلت عليه. اللي كنت قايله لهم يسقوه الحقيقة ما سقوهوش، فطلعت حتى الشوالي الفاضية بره على السلم لحد ما اشوف هعمل ايه. الشكل النهائي بقى اهو. ان شاء الله على بالليل بقى نعمل فيها القهوة. نجيب السبرتاية ونقعد هنا نعمل القهوة. الشارع فاضي. كلاكسات، رجعنا للكلاكسات تاني بره، ما كناش بنسمعها خالص. هنا بقى دي بفرشها على الكنبة برضو عشان لو الكلاب قعدت هنا. نبخ بقى بختين حلوين نعطر واحنا مشغلين التكييف. طفينا بقى المروحة، نشغل التكييف ونبخ بختين ونولع البخور بتاعنا ونولع البخور بتاعنا. بس هنعطر علي بقى على الستاير كده. الستاير بخيها الفرش، الدنيا تبقى معاكي جميلة. ادي ستايرنا. بتنشطي وما تقوليش تعبانة. احنا جايين من السفر بس نمنا وقمنا على طول. نشطي وما تقوليش تعبانة. على فكرة الشغل بيدي نشاط. دي اوراقنا واحنا راجعين لسه هنشيلها. ده الكبريت بقى هنولع بيه البخور. نولعه البخور واحد مع ولا بلاش بقى، احنا حطينا المعطر، خلي البخور لوقت تاني. كده بقى انا خدتكم معايا من الصبح اخواتي وحبايبي، وشاركتوني اول لما دخلنا، لا اول لما صحينا الصبح. ده كان اول روتين لنا هنا في البيت والحمد لله. وبرضو لازم الواحد يعني ربنا يكرمها الست اللي بتساعدني، هي بصراحة ساعدتني جامد. لولاها طبعا ما كنتش عرفت اخلص ده كله. هندخل بقى احنا دلوقتي على المطبخ والحمامات، واعتقد بقى ان اوض النوم مش هتبقى النهارده. اكيد هنشارككم بقيه الروتين وننشط بعض ونفكر بعض. يلا قومي اجري، بصي ما تخليش حاجه تقعدك.
القعدة وحشة، النشاط حلو، النشاط حلو. الشمس طالعة اهي، مش حر بس انت هويتي شقتك الصبح، شغلي مروحتك، شغلي تكييفك، شغلي اللي انت عايزاه وتنشطي، ونقلي مروحتك معاكي في المطبخ. يلا، يوم سعيد عليكم جميعا، يا رب السعادة لكم كلكم في كل مكان، وكل واحد نفسه في حاجة ربنا يحققها له يا رب. اجعله النهاردة يوم زي ليلة القدر، لتحقيق كل تغيير كل أقدارنا وتحقيق كل أحلامنا يا رب.